سيبك بقى من النت واختراعات النت يا اختي اللي بوظ الواد والبيت. تعالي بقى نقول لك جيبيها بقى، تحطيها وتقرطفيها وتحطيها في ميه مغليه، وبعد كده تديها صدمه في التلج، صدمه عاطفيه ولا الكلام ده خالص، بلا صدمه عاطفيه بلا صدمه كهربائيه. انت هتقرطفيها، وتركه مهمه في القرطفه، لو عايزه يبقى لها عرق هتجيبيها تقطعيها بالورده اللي فوق دي، مش عايزه يبقى لها عرق هتقللي من الورده دي، مش هتقطعي الورده دي، هتقرطفيها. مش عايزه يبقى لها عرق خالص هتقطعي الورق بس. انا عايزاها نص نص، فهعمل شويه بورده وشويه من غير الورده اللي فوق دي. بس خلي بالك بيبقى فيها زرع شيليه منه، يعني تشوفي كل ورده كده لو فيها مزرعه، الزرع الصغير اللي عامل زي الورد ده شيليه منه، مش عاوزينه، وابدأي بقى اغسليها. الغسيل دي مهمه جدا، مرحله الغسيل فلازم تغسليها مره واثنين وثلاثه. ليه؟ لان بيبقى فيها كميه اتربه رهيبه. اهي شايفين الميه، انا هنا هغسلها 3 4 مرات وهسيبها، مش هحطها على فوطه ولا الكلام ده، لا دي طريقه سهله وهتخفف عنك كتير. هتسيبيها تنشف خالص من الميه بتاعتها وتحضري كبتك. انا هنا سبتها ساعه، نزلت الميه بتاعتها بعد ما غسلتها كويس جدا، ورحت جايبه الكبه. ما عندكيش كبه، الخلاط، هتجيبي الكبه هتحطيها الكميه اللي انت عايزاها بحيث بس الكبه تلف معاكي. انا لقيتها مش لفه، حطيت لها ربع كوبايه ميه. ولو وصلتي معايا لحد هنا يا قمر شجعيني، لايك، متابعه، اشتراك، شهيصيني كده، شيري على قد ما تقدري. هنا انا كنت حطيت ربع كوبايه ميه بحيث ان هي ايه الكبه تلف اهي. هقول لك على الكميه، وهقول لك اما تيجي تعمليها ازاي. هتحطي بقى، تشيلي كل كميه في كيس على حسب المره الواحده. انا هنا من الناس اللي ما بيحبوش الملوخيه تبات ولا تقعد كتير، هي على قد الوقت اللي هتاكلي فيه وخلاص. هعمل على المره بتاعتي على قد الكوبايه دي. تركه مهمه، هتيجي تطلعيها من الفريزر هتسقطيها في شوربه بتغلي، وهتقفلي عليها لحد ما تسيب خالص من بعضها. هي تفك الكيس وتحطي كميه الملوخيه في الشوربه اللي بتغلي، وهتقفلي عليها، وهترجعي لها مره تانية تعملي لها الدشه الدشه ايه الطشه. هتلاقيها فكت وبقت معاكي خضره وتحفه، لا حطينا بيكنج باودر ولا حطينا سكر ولا حطينا كده. كده بنحيق الشوربه بتاعتنا. يعملوا معايا كام كيس دول؟ 2 كيلو. انا طبعا كنت مخزنه شويه بس قلت اصور لكم فيديو بيه. بقدم محتوى سهل وبسيط، اتمنى تشجعوني، لايك، متابعه، اشتراك. سلام.